اتسلى اتسلى بشمع الهوبي. والله تجربة ما حسيتش لا أي لازمة خالص. وحتى الشمع اللي بيسيح ده، لأن الشمع الهوبي ده أصلا بيبقوا عاملين القماش بتاعه ده أصلا عن طريق الشمع، بيشمعوا القماش ده بالشمع السايح اللي هو الصناعي، مثلا بيسيحوا ويعصوا القماش ده ويسيلوا عليه الشمع. الشمع بيجمد طبعا، بينشف بسرعة. لما تيجي تولع فيه فالشمع ده بيبدأ يسيح وينزل تحت، يترسب كأنه شمع ودان، وهو لا شمع ودان ولا عادي، هو شمع برافين عادي، أو شمع حتى ولو شمع عسل نحل أصلي حتى، مش واخد بال حضرتك؟ ما فيش فايدة فيهم يعني، النصابين نصابين يعني. هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن يعني يبقى لها أثر هي الدخانة، او الحرارة اللي واصلة للقناة السمعية. لو فعلا في حرارة ممكن تساعد على تنشيط الدورة الدموية، لكن انا ما لاحظتش لا حرارة ولا بجلاوة حتى. يعني الواحد بيعملها بعد كده يعني، دي تاني مرة عملها على سبيل الدعابة، مش على سبيل خلاص يعني. انا عملت لها اكتر من اختبار، لقيت سواء حطيتها في ودانك مش حطيتها في ودانك، هي بيجي فيها الشمع وبيجي فيها منها فيها يعني. الله المستعان. ونشوف كده ده هتجيب حرارة في الودان ولا لا. هو انا عاوز واحد يمسكها لك يقول لك لازم واحد ولازم اتنين ولازم طبق ولا ايه يا ولاد في ايه. يعني كنا بنقول الامور معقدة لدرجة يعني لما جيت استخدمت الموضوع لقيته اتفه مما صوروا لينا يعني. لكن النتيجة ما فيش نتيجة يعني، ما فيش حتى يعني، ما اعتقدش ان في نتيجة نهائيا يعني. هو الحالة الوحيدة اللي أنا كنت معتمد عليها إن يبقى أثر الولعة ديت بتدخل حرارة جوه الودان، لكن أنا مش شايف حرارة يعني جوه الودان. دي الحاجة الغريبة يعني. مفروض مع الولعة دي في حرارة بتخش جوه، مفيش حاجة خالص. بس الصوت صوت الشمع اللي هو بينحرج، بس ليه صوت كده بس، إنما مفيش أي حاجة، زي الزيت كده اللي بيغلي أو حاجة. هي ميزة النوعية اللي أنا جايبها ديت إن هي حاطين فلتر في السدادة اللي داخلة الودان. حاطين فلتر صيني طبعا، جايبها من على موقع نون. حاطين سدادة في الجزء اللي بيدخل في الودان عشان خاطر ما يوقعش أي ترسبات أو أي شمع من المحروق جوه الودان. إنما في الشمع اللي هو التاني ده مش بحطوا السدادة دي سدادة اهي مقفولة من جوه، بس عاملين فيها يعني فتحات بسيطة جدا، بحيث شايف الفتحات، ادي الفتحات، فتحات صغيرة بحيث بس تنزل الدخانة، لكن مش ما تنزلش الشمع السايح في الودان. هي ديت يعني، والله ما عارف. نسكو هتلقوه موجود على نون يعني، ولا الشمع الألوان ده. الواحد يقفل كده بإيديه يمكن يجي شوية دفى للودان يمشوا الدورة الدموية.
بس اهم حاجة ما يوقعش حاجة من الشمع اللي بيسيح دوت جوه ودانك، تبقى بدل ما انت بتعالج هتروح تتعالج. دي بتاخد في حدود 7 8 دقايق، 10 دقايق بالكتير يعني، على حسب الشمع المدهون عليها. لو الشمع المدهون عليها كتير بتاخد وقت، لو الشمع قليل ما بتاخدش وقت. انا عملت تجربة طبعا من غير ودان ولا بتاع كده لوحدها، حطيتها في كرتونة وبرضه نفس الجرف اللي طالع او الشمع اللي سايح هو نفسه، سواء حطيتها في ودانك سواء حطيتها في الكرتونة، هي. واحسن حاجة يعني الواحد يلف حاجة حوالين ودانه بحيث الحرارة، بس الحرارة ضعيفة. ده انت لو جربت ودانك من بتاع دفاية احسن منها يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق ناصر المستضعفين، وعلى آله وصحبه أجمعين عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الساطع الذي هو لكل خير جامع، الذي تلتز بحديثه المسامع، والذي ببركته تزول الآلام والآثام والمواجع، تستجلب الأرزاق الواسعة برحمته يا الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اشتركوا في القناة يا شباب، الاشتراك في القناة مش هتخسروا حاجة، واعملوا لايك للفيديو عشان كل الناس اللي ودانها تعبانة مش تلعب في ودانها، تشوف أساليب علمية أو تشوف أساليب أكتر أمانا. هي الحرارة لما جربت من الودان شوية تحس إن في حرارة في الودان يعني. لما بدأت الشمعة جربت تخلص اهيت، في واحدة بتاعة نزلت على دناية، شمعة نزلت على دناية. شفتوا ادي الشمع اللي بنقول عليه. لما الولعة جربت من الودان بدأت الحرارة برضك تحس بيها، والشمع فيه ممكن يطير على ودانك نقطة شمع كده زي الشمعة ما بتتحرق. فالموضوع يعني فكاهة الشمع، شمع اللوبي. الله المستعان. تخيل، شوف لا اله الا الله. شوف حتة الشمع بقى اللي وقعت على وداني اهي، لا اله الا الله اهي. ولا دي الشمع ولا دي الهبو؟ دي الهبو. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طبعا انا هي جربت من وداني ابدا احوش، لان كده خطر لا تلسع وداني ولا حاجه. اهيت. دي بعد ما خلصنا نقصها نوريكوا اللي فيها.
يا الله. شايفين يا جماعة؟ طبعا اللي هيشوف ده هيفكر ده بالودان، ده لا من الودان ولا من اي حاجة، ده من الشمع اللي ساح، ده من الشمع اللي ساح، ده من الشمع اللي ساح. لا اله الا الله محمد رسول الله. اشتراك في القناة يا شباب عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.